ده الفيديو الثالث عن اسباب الام مفصل الفخذ. هنتكلم على حاجه اسمها AVN Avascular Necrosis او النخر الوعائي اللا دموي. ايه اسباب AVN ده؟ للاسف 80% من الحالات ما لهمش سبب، بيجي للعين فجاه ما نعرفش ليه. في جزء من الحالات 20% تقريبا بيبقى نتيجه ادويه معينه العين خدها، اشهرهم بالنسبه لنا احنا في جراحه العظام هي الكورتيزون. ليه بقينا نشوفه كتير قوي الايام دي؟ لان للاسف وقت الكورونا او كوفيد 19 جزء من البروتوكولات كان فيها كورتيزون كتير قوي، فالعينين خدت كورتيزون بكميات وده عمل نخر وعائي لا دموي للعينين كتير قوي. المرض ده بيجي للصغيرين في السن اكتر من الكبار. بيجوا لنا نشخصهم ازاي؟ بيجي له الم جامد مستمر طول الوقت. بنعمل اشعه عاديه في المراحل الاولانيه ما بيبقاش فيها اي تغييرات، ما بيبانش تغييرات في الاشعه غير في المراحل المتقدمه. بنعمل رنين مغناطيسي، بتبقى باينه قوي في الرنين، بتبقى في حته محدوده قوي في راس عظم الفخذ بس تبقى عامله الم جامد جدا. ليها مراحل كتير قوي مش هكلمكم عليها وتصنيفات. احنا قصتنا كلها نعالجها ازاي. اول حاجه هي المرض ده ملوش ادويه. جربوا بعض الادويه كده، في قالوا يمكن تنفع بس للاسف مفيش اي اثباتات او حاجات موثقه ان احنا نقدر نستعملها للعيانين. الحته اللي ميته اللي فيها نخر وعائي لا دموي او الحته اللي مش واصل لها دوره دمويه نخرمها ببنط رفيعه كده. كنا زمان بنخرمها ببنطه واحده تخينه، بقينا دلوقتي بنخرم ببنطه اصغر، كذا خرم في الحته دي عشان الدوره الدمويه تدخل تاني للحته الميته. دي طريقه بنحقن ساعات معاها خلايا جذعيه، مش في كل الحالات لان حقن الخلايا الجذعيه مع التثقيب مكلف شويه. الطريقه الثانيه من العلاج هي ان احنا نعمل عمليات تحافظ على شكل مفصل الفخذ، ودي ناس قليله قوي اللي بتعملها في مصر، مش دارجه قوي. وثالث حل وهو الحل الجذري اللي كل الناس بتعمله لانه مرضي لكل الناس، هو تركيب مفصل صناعي لمفصل الفخذ، وده حل مضمون تقريبا نقدر نقول 100%. بيتعمل لكل الحالات في المراحل المتاخره قوي اللي هي المرحله الثالثه والرابعه، او لما العيان يبقى مش متحمل الالم. امتى بنعمله؟ لما العيان يقول خلاص انا مش قادر ويبقى في تغييرات في الاشعه تقول ان احنا محتاجين نعمل تغيير مفصل فخذ. بنعتمد على كم الوجع اللي عند العيان وان هو بياخد مسكن كل يوم وان حياته خلاص بقت عطلانه، مش عارف يروح شغله او جامعته او مدرسته. في الحاله دي بنضطر نعمل تغيير مفصل فخذ، وده بيبقى حل مرضي والعيان تقريبا بيرجع طبيعي. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام في القصر العيني وتخصصي حوض وتغيير مفاصل. وتابعوني في بقيه الفيديوهات عشان تعرفوا بقيه مشاكل مفصل الفخذ.